يعني ايه علاج هرموني؟ يعني ايه؟ انا مش فاهم حاجه خالص. العلاج الهرموني للأورام من أقدم العلاجات اللي تم تطويرها في علاجات الأورام، واللي بتجيب نتائج هايلة سواء في أورام الثدي أو أورام البروستاتا وفي بعض أورام الرحم. دور العلاج الهرموني مثلا في سرطان البروستاتا إن أنا بحاول أوقف هرمون التستوستيرون اللي بيفرز بشكل أساسي من الخصيتين، وهنا بيكون دوري إن أنا أوقف عمل الخصيتين سواء كان بشكل دائم إن أنا أستأصلها جراحيا أو أديها تعقيم بالإشعاع، أو بشكل مؤقت عن طريق حقن زي الجوزرلين أو الديجرليكس واللي بتوقفها لغاية ما بطل إن أنا أدي الحقن دي فترجع تشتغل تاني. اما في سرطان الثدي فانا بستهدف هرمونات الاي ار الاستروجين والبي ار اللي هو البروجستيرون، وعايز اوقف تاثيرهم على تكاثر ونمو الخلايا. في الحلقه دي انا بيكون استهدافي لحاجتين، اما اول حاجه استهدف افراز الهرمونات دي من المبايض بطريقه ان انا اوقف المبايض زي ما وقفت الخصيتين عن طريق الاستئصال الجراحي او التعقيم بالاشعاع، او ان انا ادي حقن توقف عمل المبايض بشكل مؤقت زي الجوزرلين والديجرليكس او اي حقن تانية، او ان انا استهدف شغل الهرمونات على المستقبلات بتاعتها في نواة الخلايا اللي بتخليها تتكاثر وتنمو. وطبعا في سرطان الثدي او حتى الرحم لازم اتاكد ان وجود لهذه المستقبلات على الخلايا موجود بشكل كثيف عن طريق تحليل الاميونوهيستوكيمستري او الصبغات المناعيه، اللي بيديني دايما رقم من ضعيف لمتوسط لعالي، يعني 0 على 8 2 4 6 لغايه 8 على 8، وكل ما كان الرقم اعلى كل ما كانت المستقبلات دي موجوده بشكل اكبر وكل لما كانت المريضه هتستفيد اكتر. اما الادويه اللي ممكن اديها فممكن ادي ادويه تستهدف المستقبلات دي نفسها زي عقار التاموكسوفين او عقار الفلفسترون، او عقاقير تانية زي الاروماتيز انهبيتورز اللي بتضم الليتريزول والفيمارا والاراميدكس والارامازين، واللي بتستهدف حاجه اسمها بريفرال كونفرجن للاستروجين اللي بتستهدف تحويل الاستروجين في الخلايا الدهنيه الطرفيه للجسم، وهي ما تقدرش تتحكم في الاستروجين اللي طالع كله من المبايض. عشان كده عشان استخدم المجموعه دي من الادويه لازم تكون المبايض متوقفه عن العمل، سواء طبيعيا ان الست دي فوق سن اليأس او عن طريق ان انا اللي وقفتها بالاشعاع او الجراحه او الحقن. والعلاج الهرموني أثبت كفاءة كبيرة جدا في السيطرة على عدم ارتجاع الورم في أورام الثدي لمدة طويلة جدا، حتى إن استخدامه قد يمتد من 5 ل 7 وحتى 10 سنوات. كمان العلاج الهرموني بيستخدم في سرطان الثدي المتقدم والمنتشر في بعض الحالات. كمان أحيانا بيتم إضافة علاجات تانية زي علاج CD4/6 وهو علاج موجه للعلاج الهرموني عشان يعمل بكفاءة أفضل وإن أنا أحصل على نتائج أحسن سواء في العلاج التحفظي أو في علاجات سرطان الثدي المتقدم. وانت كمان تكوني عرفتي يعني ايه علاج هرموني عشان ما تجيش تسألي تاني.